بقول لكم ايه يا جماعه، ما تغيروا طريقه القرنبيط اللي احنا بنعملها التقليديه، ان احنا بنحط في الخلطه وبنحمره وكده. اعملوا بقى الطريقه دي بجد هتحبوها. هاتوا القرنبيطايه وقطعيها كده صغير، يعني فرطيها كده من بعض، واديها نص سلقه، يعني نزليها كده في ميه سخنه بتغلي مع رشه كمون، وبعد كده طلعيها من الميه حطيها في الصينيه بالشكل ده. وبعد كده بس هاتي ربع كيلو لحمه مفرومه او نص كيلو حسب الكميه اللي انت بتعمليها، وقطعي معاهم بصلتين وحبة بهارات وعصجيهم كده بالشكل ده. وبعد كده قومي منزلاهم على ايه، على القرنبيط بتاعي. لو ما اشتركتيش في القناة انزلي دلوقتي اشتركي واعملي لايك للفيديو ده، واكتبي لي تحت كده بتتابعيني من فين. نزلي كده اللحمة المفرومة كده على القرنبيط. لو مش عايزة تسلقيه في مية سخنة عادي مفيش مشكلة، بس انا بقول يعني عشان ينزل كل الغازات بتاعته ان انتي تديله بس 5 دقايق كده او اقل من 5 دقايق كده على النار، يعني غلوتين وتشيليه بسرعة، ما تخلوش يستوي. وبعد كده اضربي شوية قوطة كده في الخلاط، وحوالي نص كيلو طماطم كده، وحطي عليهم كوباية مية واضربيهم كويس. وبعد كده نزليه بقى على القرنبيط بتاعك. وبعد كده بقى هزي الصينية بتاعتك هزة، وحطيها بقى على الايه، على الفرن على عين البوتاجاز. اول لما تغلي معاكي دخليها الفرن تاخد لون من فوق وتنشف كده وتبقى بالجمال ده. بجد طعمها كان خطير خطير خطير، روعة بجد. جربوها مش هتندموا والله العظيم. اعملي بقى جنبها شوية رز كده بشعرية، او ممكن تاكليها بعيش. واعملي جنبها شوية سلطة. بجد اكلة تحفة وبتدفي قوي 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 في البرد اللي احنا فيه ده. جربيها، ولو لو عجبتك ما تنسيش بقى تحطي لي لايك. بجد عالمية. يعني عشان يعني انتوا طبعا عمالين تقولوا ان انا عماله اقول لكم حلوه حلوه، بس لما تجربوها هتصدقوني. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. باي باي.